ركعتين نقول فيهما الدعاء الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا أن تقدروا شؤما لنا. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى عقيدة ما منها، ودعوهم إلى اتباع منهج ما سلكوه سابقا. ربما إخوة الإيمان كان لي صديق يقول لي يا ليتني يا شيخي يا ليتني كنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أقبله وأتبعه وأترك نهجه وأعيش معه، ما أجمل ذلك العهد. قلت له احمد الله أنك مؤمن. هل كل من عاش معه كان مؤمنا؟ أين أبو طالب؟ أين أبو جهل؟ أين أمية؟ أين أبو سفيان؟ أين إذا احمد الله أن هداك، احمد الله أن عرفت الله. فبالتالي المهم أنك أمرت بنور الله سبحانه وتعالى. فقال إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. لأنه هل أن نور الإسلام لو كنت أنت أيام محمد عليه الصلاة والسلام كنت تتبع منهجه أم كنت تصر؟ لماذا؟ لأنه سبحان الله إخوة الإيمان أن تغير عقيدتك، أن تغير منهجك. لذلك المسيحي أو اليهودي أو المشرك أو الملحد الأثيم عندما يدخل الإسلام يدخل على قناعة أكثر مما تعمل أنت بها الله، لأنك ولدت على منهج الإيمان. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. أما الآن قرأ كتب التوحيد، قرأ كذا وكذا وكذا، فعندما أعلن إسلامه وإيمانه أعلمه عن صدق ويقين. هذا لو قطعته إربا لما عاد عن هذا الدين الذي اصطداه عن علم ويقين ومدد من الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نذهب إلى الحج تجد أو العمرة تجد من دخل الإسلام من الأمريكيين أو الإنجليز أو كذا، سبحان الله سلوكه يختلف عن سلوكه وعقيدته وإيمانه يختلف عن إيمانه. تجده ما من ركعة يركعها إلا ويبكي، يتعلق بالقرآن ويأخذه يقبل صفحاته. مرة رأيت أخا لا أعلم من تركيا أو أعلم من أفغانستان أو من، وجدته في باب النبي صلى الله عليه وسلم ندخل قبل ساعتين تقريبا ما زال الباب لم يفتح. وجدته يسجد ويلحس الحجر بلسانه، لما كان سجوده بلسانه ينظر إلى هذا. كان وجد أحد العمال اللي برموا الكعب الحجر اللي في الكعبة آخر الخامس، كان إذا أخذ فرح وأنا نجلس نطلع عليه يمسك الفرس الخامس يقبلها كما يقبل كتاب الله، يقبلها ثم يأخذها ثم يضعها في مكانه. يتعبه لأنه أدرك حقيقة ومنزلة هذا البيت. نحن تأتي إلى فلان قال لي صديق ذهب في تجارة إلى الهند، فقال سبحان الله كنت أحدثه عن الكعبة وأنا أول مرة وقع بصري على الكعبة، كيف أنني بكيت وأنني أنا كذا. فسبحان الله قال إذا أنا سأذهب إلى الهند نأخذ طريقي بحول جدا جدا. فنزل من الهند النهاية راح إلى مكة توحنا بعد ما رجع من الهند. سبحان الله يا أخي أنت تعيش في خيال أو في حقيقة. أخي والله لو أعلمك يعني في الحديث كذا لكنت شككت في صدقك. قلت له لماذا؟ قال والله أنا دخلت وصفت سبحان الله كأنه رحت إلى دار إلى كذا حاجة ليه؟ قلت له لا قال لي والله ولا من في ذنب. ألا تتذكر أن قبلي
والله لا يتحرك بيده. قلت له يا أخي الله أعلم قد ختم الله على قلبه. قلت له ما إذا إخوة الإيمان ذهب كذلك، أين موقفك من الكعبة؟ أين موقفك من كذا؟ أما وقفت كذا وكذا؟ إذا القضية هداه قد دخل الإيمان والإسلام وهو مؤمن بأنه أيقن أنه دين الحق. فلذلك قال إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الفرق بينك وبين من يجلس في المقهى أنك قد ذقت حلاوة الإيمان وأنه لم يذق بأنه مسلم بالوراثة. أنت وأنا وكلنا كنا مثله. لما أنار الله قلوبنا فذقنا حلاوة الإيمان أصبحنا نتردد على بيت الله وننهل من معين الحبيب المصطفى، وأصبحنا نتذوق ونعشى، لأن كل لحظة تقضيها تشعر أنك في رحاب رب كريم. هنا الآن إيمانك قد صدق لأنك ذقت حلاوته. أما قبل بابا اسمه أحمد وبابا اسمها خديجة وعمي اسمه لطفي وانتهى، ما هوش لا بيير ولا ميشيل ولا كذا. إذا إخوة الإيمان هم يقولون إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. موقف المؤمن الصادق موقف حي. لماذا إخوة الإيمان؟ الإمام البخاري جئتكم بحديث جميل جدا أقرأ نصه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم، إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له تؤمن وتذر دين آبائك فتخالفه فآمن، وقعد له في طريق الهجرة. هو الوحيد. إذا الإيمان بعد الإيمان هذا وبعد الهجرة قاتل وجاهد، فجاءه في طريق الإيمان فقال وقعد له في طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ معقولة مهمول تترك مالك وأهلك وتهاجر؟ فخالفه وهاجر. هذه المرحلة الثانية. ثم قعد له على طريق الجهاد فيستخدم آمن عدناها، هاجر عدناها، أما أن تقتل نفسه فقال له ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك، لأنه يشتغل بالمرأة مش مجرد بها، فتنكح نساؤك ويقسم مالك، فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة. لذلك وقلنا إخوة الإيمان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما دخل مقبرة هو وأصحابه كلكم يعلمها أعتقد، فوقف على القبر فقال يا أهل المقابر السلام عليكم يا أهل المقابر، إن أموالكم مسلمة وإن دياركم سكنة وإن نساءكم تزوجن بغيركم ونمن على فروشكم، فهذا حال ما عندنا أي في الدنيا، فما حال ما عندكم؟ ثم قال والله لو شاء الله لهم أن ينطقوا لقالوا والله إن خير الزاد التقوى، والتقوى هي السلاح الأقوى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا
قلنا نحن لو أن المجاهد يعلم أن هذه هي حقيقته ونهايته لما قتل، لكنه يعلم أن هناك حياة أخرى سيحياها، وأن هذه هي حياة ثانية، وأن تلك الحياة هي الحياة الباقية. هذه حياة ستعيشها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وبعدين تتموت. إذا بعدها كما قلنا سيتحلل جسده ثم تصبح ترابا. إذا كنت لا تعتقد أن هناك حياة أخرى فإياك أن تجاهد، إياك أن تقاتل. أما إن كنت تعلم أن هناك حياة أخرى فأعد لها عدتها. الله يقول للمجاهد: وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا وأعدوا، ماذا أعددنا نحن؟ ماذا جئناك يا الله؟ جئناك بذنوب لا يعلمها إلا أنت. كيف نلقى؟ كيف نقف بين يديك؟ ماذا نقول لك؟ إذا جئتني فقلت لي: عبدي بما جئتني؟ أحد العارفين بالله توفي فرآه ولده في المنام ليلة توفي. تعرفوا لما موت الواحد ما عادش اسمه خليل ومحمد ومليك وعبد الحميد وعبد السلام، عبد الله. قال: فرأيت والدي في المنام فقلت له: يا أبتي كيف حالك مع الله؟ فقال له: يا ولدي لقد وقفت بين يدي الله موقفا سألني فيه: يا عبدي بما جئتني؟ فقال: يا رب جئتك ب6,050 ختمة. فقال لي: ما قبلت واحدة منها. يا عبد الله بما جئتني؟ قال له: يا رب جئتك ب33 حجة. قال له: ما قبلت واحدة منها. يا عبد الله بما جئتني؟ فقال له: يا رب وعزتك وجلالك ما جئتك إلا بك، ما جئتك إلا بك. قال: أنا وقد جئتني بي فقد أخبرت. إياك أن تعتد بقراءة قرآن وصلاة وركوع وسجود. أنا عملت. إياك أن تتفضل على الله. هو المتفضل، هو الذي يقول لك: أعطيتك ومنحتك وأكرمتك. أما أنت إياك أن تتفضل على الله، لأنه هو المتفضل، هو المنعم. فأنت جئتني بماذا؟ جئتني بختمات قرآن تتفضل بها علي. لو أنني أعاملك بما تتفضل لما أعطيتك شربة ماء، لكنني أنا خلقتك عبدي فأكرمتك ومنحتك ورفعت قدرك. فقف بين يدي شاكرا لنعمي معترفا بفضلي. عند ذلك أنا الغفار، سترتك وقد عصيتني، تحديت لي وأنكرت وجودي، ومع ذلك ما حرمتك من شربة ماء. إذا ماذا عليك؟ عليك أن تقف بذاتي وتقر بذلك أمام عزتي، وبضعفك أمام قوتي، وبفقرك أمام غناي. فإن كان هذا حالي عند ذلك أنا الذي أرفع شأنك،